الزمالك يتعاقد مع مدرب الأهلي البرتغالي السابق. السلام عليكم. قرر نادي الزمالك فسخ عقد المدرب السويسري كريستيان جروس وإنهاء التعاقد معه تمهيدا للتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه بيسيريو. وكان الزمالك تعاقد مع كريستيان جروس خلال الأشهر الماضية لتدريب الفريق بعد سوء النتائج، وبعد أقل من شهور قرر نادي الزمالك فسخ العقد تمهيدا للتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو. جوزيه بيسيرو كان درب الأهلي لمدة تقريبا 3 شهور موسم 2015، لكنه هو فشل في المهمة اللي كان ملتزم بيها، وفشل في تحقيق بطولات مع النادي الأهلي. بناء على ذلك قرر النادي الأهلي إقالته، وهو الآن يأتي لتدريب نادي الزمالك. يا ترى هينجح مع الزمالك ولا هيفشل زي ما فشل مع الأهلي؟